في واقعة أثارت جدل واسع، ظهرت التيك توكر علياء قمرون في بث مباشر وبدون قصد كشفت لقطة شاشة لحسابها البنكي ظهر فيها إن رصيدها تخطى 250 ألف جنيه، وده خلى الناس تتساءل الفلوس دي كلها جت منين؟ علياء كانت في يوم من الأيام بائعة مناديل في الشارع بتكافح عشان تعيش، لكن حياتها اتغيرت تماما بعدما طلعت في فيديو شهير بتريند كل اللي تقل إشاعات أنا وعلياء أخوات، ولي قلب السوشيال ميديا وخلى ناس كتير تتعاطف معها وتبدأ تدعمها. من هنا بقت علياء مشهورة على تيك توك، وبدأ جمهور كبير يبعث لها هدايا رقمية زي الحيتان والأسود اللي بتوصل قيمتها لآلاف الجنيهات، لكن مؤخرا ومع ظهورها بتصرفات وحركات بتستفز الناس بدأت الانتقادات تزيد، ما بين اللي شايفين إنها بتستعرض وتبالغ وبين اللي شايفين إنها تعبت ووصلت بمجهودها. وفي كل الأحوال علياء بقت واحدة من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل على تيك توك.